منور الدنيا كلها في الاسود وفي الفرسات وفي كل الهدايا. ده ثانيا. ثالثا بقى حاجه ما تخصكش، موجوده مش موجوده حاجه ما تخصكش. طالما انت مش قاعد في اللايف 24 ساعه وشايف، مالكش انك تسال على حد. ده الاصول يعني والمفروض. لا يا العنجودي، سبت لك الاصول اللي انت تعرفها، انت اولى ان انت تعرفها. شوف التليفون رفيع، شو احنا بنتكلم فيه ده اللي بيتكلم فيه. يا رب احمينا، يا رب احمينا يا رب. احمينا يا رب. طبعا هم كانوا الجمهور بيتكلموا على اسماء اسماعيل، عن الداعمه هي ليه مش متواجده، اللي هي الداعمه اللي من سلطنه عمان من يوم ما اسماء هربت من مصر من ملاحقه الامن المصري، هربت للامارات والداعمه مش موجوده. فبيلوموها بيقولوا لها فين الداعمه؟ قالت لهم اهو المعرض منور لسه مديها المصروف دلوقتي. هي طبعا في الامارات بقالها دلوقتي بتاع 15 يوم 20 يوم، فادت لها اسدين واتنين يونيفرسال، دول ولا حاجة بالنسبة للي كانت بتدعمها وهي في مصر. طبعا ده كان في مصر غسيل اموال، ده عقوبته سألت فيها 7 سنين، والمبلغ اللي غسلت بيه بيتضاعف. فبيلوموها وبيقولوا لها هي فين الزهرة؟ قالت لهم لا، موجودة في المعرض، ولسه مديالها دلوقتي بعد 20 يوم او 15 يوم لما كانت اسماء اسماعيل وصلت الامارات بتدعمها. تمام. طبعا قاعدة في الامارات في الرقة ديرة دبي، طبعا من ارخص الاسعار هناك، طبعا لان ثروة اسماء كلها عقارات. يا دوبك الداعمة دلوقتي بتديها مصروف، كانت بتديها بالحاجة و60 يونيفرسال. بوريكم الفرق. الاسود كانت بال20 اسد 30 اسد. يلا تحياتي ليكم، واكتبوا اسماء اسماعيل البورصة مع الاسد، هتجيلكوا كل فيديوهاتها.